السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين يا حبايبي النهاردة الروتين بتاعنا بتاع النهاردة ان شاء الله، واحنا رايحين مع بعض السوق. تعالوا نشوف كده بقى اسعار السوق عندنا كده زي عندكم ولا ايه؟ شايفين يا حبايبي البرتقال الجميل اللي قدامكم ده؟ دي لو حبيتي تعملي منه كيكة او كده الكيلو ب5 جنيه، ما شاء الله اسعار زي العسل. تعالوا بقى رحنا مع بعض كده عند الراجل بتاع الشباشب. شايفين جمال الشباشب عامل ازاي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. اي شبشب من ده يا حبايبي بيبدأ من 40 لحد 60. والله يا حبايبي اشكال زي العسل. هوريكم دلوقتي الاشكال والاسعار. بصوا اسعار حلوة خالص لو انتوا قريبين من هنا. لو حبيتوا تيجي تشتروا هو بيبقى احنا عندنا السوق يا حبايبي 3 ايام في الاسبوع. شايفين الشبشب يا حبايبي اللي قدامكم ده؟ الشبشب ده ب50 جنيه وده ب40 جنيه. وما شاء الله اسعار زي العسل وخامات حلوة، بجيبش الا من الراجل ده. حاجته كلها زي العسل. ودي يا حبايبي ب40. السوق يا حبايبي عندنا بيبقى 3 ايام في الاسبوع، الاربع والخميس كيلو ب80 جنيه. تعالوا بقى نروح عند عم احمد بتاع المرة اللي فاتت اللي كان بيبيع الهدوم. اي عباية ب60 جنيه. تعالوا شوفوا النهاردة جايب ايه، حاجات زي العسل. معايا يا حبايبي بدل كده للاطفال من اول سنة لحد 10 سنين. بيبيع البدلة ب65 جنيه. والله يا حبايبي اسعار زي العسل. يعني علشان العيد وكده بيبقى فاضل، ما فاضلش بقى ايام ياما كتير عشان العيد. ما مش هيعرف بقى يجي السوق دي تاني، فبيبقى مرخص كل حاجة. والبدل بتاعته والله يا حبايبي خامته حلو. ده عم احمد معاك اهو بيفتح الهدوم اهوت. واسعاره والله يا حبايبي زي العسل اهوت. معاه كل حاجة، معاه عيبي ومعاه كل حاجة موجودة معاه. واسعاره حلوة بصوا، وحاجته كلها حلوة ومضمون. وبصوا شايفين الناس ملمومة عليه ازاي يا حبايبي علشان خاطر اسعاره حلو. ادهيت البدل ديت ما شاء الله الواحدة ب65 جنيه، كبير وصغير ب65 جنيه. وتعالوا بقى مع بعض هنمشي في السوق وهوريكم الاسعار اللي عندنا في السوق. ديت يا حبايبي هي واحدة بتبيع مستلزمات الخياطة وتوك وحاجات من ديت، معاها كل حاجة هي. تعالوا بقى يا حبايبي ماشيين مع بعض في السوق اهو، واعرفكم الاسعار عندنا. احنا يا حبايبي عندنا الاسعار حلوه ما شاء الله وزي العسل. وانا والله يا حبايبي بحب اشارككم معايا في كل حاجه، علشان خاطر انا بحبكم في الله وانتوا حبايبي، وربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. وانا بحب برضو اعرفكم ان انا يعني ايه، عايزه اشوف تعليقاتكم الجميله ديت، وعايزه احب اعرف اللي بيشاركني وبيسمعني من اني حته. والله يا حبايبي بحبكم في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وربنا يزيد المحبة لينا كده. ويا رب ما نحرمش منكم ابدا. يا حبايبي شايفين الملوخية ديت والخضرة. البصل يا حبايبي اللي كان بيخزن بصل خزن من زمان، علشان خاطر البصل دلوقتي الاسعار بتاعته بقت في الطالع خالص. الكيلو بكام يا ام حنين؟ الكيلو دلوقتي يا حبايبي بقى ب10 جنيه. ما ينفعش تخزني بقى دلوقتي، والبصلية دلوقتي ما بتبقاش زي الاول. يعني ايه، الاسعار الاول كانت حلوة لان البصل كله الناس كلها كانت بتقلع البصل وكده، والاسعار كانت حلوة. تعالوا بقى نخش مع بعض هنعمل اكل مع بعض كده، اكلة محشي. وتعالوا شوفين انا بعمله ازاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. يا حبايبي جبت حبة زيت وحطيت عليهم، خرجت عليهم بصلتين كده، ونزلت معلقة هريسة توم ومعلقة فلفل احمر. وهنقلب كده هنديهم تشويحتين لحد ما يصفروا معانا. وبعدين هننزل بالطماطم. انا عارفة ان انتوا بتعملوا احسن مني كمان، بس انا بحب اشارككم معايا في كل حاجة. شايفين يا حبايبي البصل اهو تشوح معانا تشويحتين. وهنزلنا هو بالطماطم. شايفين شكل الطماطم دي؟ كان عندي طماطم في الفريزر، طلعت كيسين كده ونزلت بيهم على طول في الحلة. والله يا حبايبي بصوا، ما تروحي السوق كده لازم أن تجيبي طماطم وتخزني، علشان الاسعار كل مدى ما بتغلي. شايفين اهو جبت اهو كمان حلة، حطيت فيها وخرطت فيها بصلتين، ورحت حط عليها ورق لوري وحاجات من ديت علشان خاطر هعمل معاكم الشوربة. هنعمل معاكم فراخ.
تعالوا كده نشوف طريقة الشوربة، انا كنت سايبها لكم في اول فيديو، لو حبيتوا تتفرجوا عليها تاني تتفرجوا عليها علشان خاطر تشوفون انا بعملها بطريقتي ازاي. دي هو جبت البصل اهو خرطته ونزلت بورق اللوري والحبهان والحاجات بتاعه الشوربه، وهنقلبها مع بعض لما تصفر، وبعدين هننزل بالفراخ. بعد ما ننزل بالفراخ كده هنقلبها تقلبتين في قلب البصل، وبعدين هنغلي كاتل ميه سخنه وهننزل بيه على الفراخ. ادينا اهوت نزلت بالفراخ يا حبايبي، وحاطه الكاتل والميه كده يغلي، وهنزل بيه على طول على الفراخ علشان خاطر الشوربه بتاعتنا تبقى جميله ومش زفره وحلوه. بس سر الخطوه ديت ان انت وانت بتعملي الشوربه ان الشوربه ما تبقاش زفره، نص ليمونه يا حبيبتي فلقاها كده وحطها في قلب الشوربه، هتدي معاكي طعم جميل خالص. ادينا اهوت نزلت يا حبايبي بالكتل والاميه معاكم اهوت. الاميه ديت بتغلي وهسيبها كده تغلي بقى غلوتين، وهوريها لكم تاني وهي بتغلي بقى كده، وبعد ما خلاص داخله على السوا رجعنا تاني بقى للطماطم اتسبكت معانا اهيت. شايفين يا حبايبي سر الخطوه بتاعت الطماطم ان انت تعري الحله ما تغطهاش علشان خاطر معاكم. شايفين شكل البتنجان اهوت يا حبايبي، هغسله معاكم لازما يا حبايبي شكل البتنجان اهو. بعد ما غسلته تعالوا بقى نجهز مع بعض الخلطة بتاعت المحشي. دلوقتي يا حبايبي هو اتخرطت الخضرة وصفيتها برضو، غسلتها وصفيتها علشان خاطر والله يا حبايبي في ناس بتقول الخضرة ديت ما بتبقاش وسخة. والله يا حبايبي ما بتنقعها كده في حبة مية والله يا حبايبي بتنزل بتبقى وسخة جامد يعني، ودي غلط على صحتنا. لازما كده تغسلي الحاجة مرة واتنين علشان خاطر ما تتعبيش ولا كده ولا عيالك يتعبوا ولا كده. ادينا هو جهزنا مع بعض الخلطة بتاعة المحشي، وانتوا متعودين مع بعض يعني عارفين الحشو ازاي. والله ما حبيتش اصور لكم يعني وانا بحشي، هصوره لكم بعد ما انحشي. هنا اهوت رجعنا الفراخ تاني هي بعد ما بتغلي ما شاء الله هي. شايفين الشوربة يا حبايبي عاملة ازاي ما شاء الله، والشوربة بتبقى طعمها جميل. لو حابة اخليكم معايا كده خطوة بخطوة. دي نوت بعد ما غسلنا البتنجان وكان عندي نص كيلو فلفل كده هطلعه اعمله معايا. في شيء يا حبايبي بيحب المحشي وشيء ما بيحبش، برضه جنب المحشي كده حبة مكرونة علشان خاطر اللي ما بياكلش المحشي ياكل مكرونة. احنا يا حبايبي عشان ما عملناش مع بعض يوم الخميس محشي، اتهيلنا ان احنا يعني ايه ما عملناش اكل يوم الخميس. فدايما كده الجماعة هنا بيحبوا ياكلوا كل خميس كل اسبوع كده لازم ياكلوا محشي. ما كلهوش ما بيبقوش حاسوا كده ان هم ايه قضينا الخميس ولا الحد. هنعمل مع بعض المحشي اهوت، وشايفين التزويد ما شاء الله. هو التزويد يا حبايبي يا دوب بتغطي الصوابع وبتعلى عليه. اول ما بيغلي غلوتين كده بتروح مغطيه بقى ياخد ويدي مع بعضه كده، بيبقى المحشي بتاعك جميل خالص. يبقى نحمر مع بعض حبة مكرونة كده علشان خاطر اللي ما بياكلش المحشي يبقى ليه برضه حاجة ياكلها، وتبقى تشكيلة كده جميلة على السفرة. اهوت يا حبايبي اهوت هنحمر شوية مكرونة، جبنا حبة زيت في الحلة اهوت، وهننزل بالمكرونة والزيت سخن. هنقلب على طول علشان خاطر المكرونة ما تحمرش مننا، تبقى واحدة محروقة وواحدة لا. سر خطوة بقى المكرونة اللي تخلي لك المكرونة كلها لون واحد ايه هي؟ حاجة بسيطة خالص، حبة ملح صغيرين كده ترشوهم عليها وانت بتحمريها، بتدي لون معاكي وبتخلي المكرونة معاكي ده لونها دهبي كده وحلوة، وما بيبقاش فيه واحدة مش زي التانية. ادينا اهوت يا حبايبي حمرت المكرونة معاكم، ما ينفعش احمرها اكتر من كده عشان خاطر يا حبايبي انا هحط عليها طماطم. شايفين اهو بقى حطيت عليها حبة صلصة كده من بتوع المحشي، وهقلبهم تقلبتين اهوت، وبعدين هزودها معانا. والله يا حبيبي كان الاكل ده طعمه زي العسل وكان يستاهل بقكم والله. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وربنا يبارك فيكم وفي صحتكم ويخلي لكم اولادكم يا رب. اهوت يا حبايبي اهوت زودت المكرونه معاكم. شايفين تزويد المكرونه؟ بصوا ما تزوديش المكرونه قوي علشان خاطر ما تعجنش منك. شكل المحشي اهوت ما شاء الله وهو بيغلي ما شاء الله زي العسل. والله يا حبايبي كان يستاهل بقكم، ربنا ما يحرمنيش من بقى. نشوف بعد ما غرفنا الاكل وجبنا الاكل وتعالوا نشوف كده المنظر مع بعض. شايفين يا حبايبي ما شاء الله المحشي البتنجان زي العسل اهو، والمكرونه هيت ما شاء الله، ودي طبق الفراخ اهوت اللي كنا عاملينه مع بعض، والفلفل ما شاء الله. البتنجان فيه هنا بيحب متحمر وفيه ما بيحبش متحمر،
احنا بنعمل احنا الصنفين علشان خاطر اللي عايز ياكل من دي ياكل، واللي عايز ياكل من دي ياكل. والله يا حبايبي انا بحب اشارككم معايا، مش رغاية يعني ولا كده، انا بحبكم في الله، ربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. ربنا يا رب يبارك في صحتكم كده ويبارك لكم في اولادكم وما يحرمكوش من صحتكم يا رب، ودايما تبقوا في اللمة. اي اسعار اي حاجة تانية في السوق اكتبوا لي في التعليقات وانا ارد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.